من النهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة. الأهل والأبناء، أهالينا بتعملوا إيه؟ أنت يا ابني قوم ذاكر، عايزك تطلع مهندس زي ابن خالتك. وانت يا هانم بدل المراية دي خشي ذاكري، لازم تجيبي مجموع طب زي بنت عمتك. انت ايه اللي لابسه ده؟ البس الطقم الفلاني ده احلى عليك. انت ليه سايب دقنك كده؟ شكلك وحش. انت ليه وانت ليه؟ اعمل دي وما تعملش دي. احنا اكبر منكم ونفهم عنكم ولازم تسمعوا كلامنا. يا جماعة الأوقات اتغيرت، والمؤثرات الكتير المحيطة بولادنا من كل حتة خلت شخصيتهم أقوى، واستخدامهم لمعاني زي الحرية الشخصية والمساحة الخاصة، وأنا عاجبني كده، وأنا شايف أو شايفة ده مناسب ليا أكتر. بقوا حاجات بنسمعها من أولادنا بشكل يومي، بالتالي لازم نغير أسلوبنا في التعامل معاهم وننسى فكرة فرض السيطرة وصيغة الأمر في التعامل. جربوا تتكلموا معاهم بحرية شوية وفهم وتفهم. خلونا نتعلم نسمع منهم أكتر ما نقول لهم. ولا انتوا شايفين ايه؟ احنا غلط في الكلام ده؟